الله الرحمن الرحيم. في نقطة مهمة خصوصا مستخدمي الآيفون، هي طريقة النسخة الاحتياطية على الجهاز. أول شيء معروف أنك لازم تكون عندك إيميل، والإيميل هذا يكون مؤمن برقم جوال. طريقة تأمين الجوال تضيف جوالك، لو تجيك رسالة تحقيق ما حد يدخله ولا حد لو يضيع إيميلك والله ينسلك، تقدر تسترجع عن طريق الجوال، ويكون إيميلك لك أنت لحالك، يعني ما أحد يستخدمه معك ثاني بنفس آيفون ثاني ولا شيء. والإيميل هذا يكون لازم تكون كلمة سر قوية، ولازم وكل فترة تسوي نسخة احتياطية مثلا على الكمبيوتر الشخصي لك أنت، حتى لو يسوي معك واحد ثاني، لأنك لازم تشفرها ولازم تكون لها رقم سري لك. الآن أنا أبغى أسوي، أول ما تشبك الآيفون عن طريق السلك اليو اس بي تطلع لك الصفحة هذه. لازم يكون عندك الايتونز اللي هو هذا هو الايتونز، هذا الايتونز يكون محدث علشان يقدر يحدث لك، علشان يقدر ينزل لك النسخة الاحتياطية. هو ما ينزل لك نسخة إلا يكون محدث. بعدين تضغط على جهازك، هذا جهازك علامة آيفون هنا، تضغط عليها. الصفحة هذه تبغاها على الاي كلاود. انا ما انصح فيه الاي كلاود 5 جيجا، انت عندك مثلا 30 جيجا عندك، لا خلك على كمبيوترك يعني فيه بعضهم 500 جيجا، وفيه حط على الدي، حط على يمين. تضغط على هذا الكمبيوتر. اذا ضغطت على هذا الكمبيوتر نسخ احتياطي الان. طيب هنا خيارات مزامنة تلقائية عند التوصيل، يعني من تركب جهازك بالايفون يقول هل تريد استعادة النسخة الاحتياطية، وكيفك عاد وقتها. تبي تفرمتها، تبي ترجعها مرة ثانية، بكيفك. المزامنة مع هذا الواي عبر الواي فاي ما انصح فيها. المزامنة الاغاني هذه اللي تحددها، المقاطع الفيديو انت تحددها فقط، كيفك تخليها بكيفك، يعني ما عندك. طيب والدقة القياسية يعني ما هي العالية جدا، لا. طيب نسوي نسخة احتياطية. الآن يتم نسخ هنا وشلون. وفي حالة المتابعة دون تشفير لن تتضمن النسخة الاحتياطية أي بيانات حساسة، وستؤدي استعادة الجهاز من النسخة الاحتياطية إلى فقدان كلمات السر، البيانات الصحية وبيانات منها أفضل. نحط كلمة السر، خلها مثل حقيقة الأب ستور عندك، هنا تكرار لها. الحرف الأول لازم كابيتال نفس الأب ستور. طيب تعيين كلمة السر. الآن يتم النسخ. الطريقة سهلة جدا، ما في أسهل منها مرة. تبغى تستعيد نسخة احتياطية لهذا الجهاز، هل تريد استعادتها؟ اكتب نعم. كل هذا الشرح ملخص راح أحط إن شاء الله على حسابي بسناب شات، اللي هو راح أعرض لكم الآن حسابي. راح أشرح معلومات بسيطة، لكن الشروحات الطويلة تكون عن طريق قناتي، عن طريق اليوتيوب. السلام عليكم.